السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سمعنا كلنا عن اللي هو الزيت بتاع باراشوت. باراشوت فيه كام حاجة، يعني أنا لما شفت ده أنا عارفة إن هو التاني الأزرق اللي هو كله أزرق ده. تحسي إن الإزازة نفسها زرقاء، لكن دي عليها ورقة، عليها ورقة من بره، لكن التانية كلها زرقاء. أنا ما جبتش التانية ولا عارفة، بس أنا شايفاها كده إن هو البتاع بتاعها كله أزرق نفس اللون اللي فوق ده. ده باراشوت شاملة سر جمال شعر الهندي سمبور سمبورنا. هو مكتوب عليه كده. المهم ده جاي منين؟ من الإمارات، بس مش صناعة إماراتية، يعني ده منه اللي هو الصناعة الهندية والإماراتي. الإماراتي طبعا الإمارات فيها هنود كتير، فممكن تكون المادة بتروح لهم هناك أو الزيت بيروح لهم هناك وهم بيجمعوه بطريقتهم يعني، أو بيعبوه بطريقتهم. تمام. احنا بقى طبعا في منه أصلي وفي منه مش أصلي. تمام، هو ملزوق كده عشان احنا طالع من العلبة بتاعته، عشان ما ياخدش مكان يعني في الشنطة وهو جاي. مكتوب عليه ايه؟ هو فعلا كان العرض بتاعه كان رخيص جدا، كان جايب 4 دراهم تقريبا، لانه هو كان نازل عليه عرض. فهنقرا بقى الموجود عليه. موجود عليه لشعر قوي وكثيف. آه، بس انا هوريكم الاول لونه. هما بيقولوا زيت جوز الهند لو هو زيت هند صافي في الشتاء بيتجمد، لكن دي طبعا ده مش زيت هند صافي. هقرا لكم اللي عليه دلوقتي. بصوا اهو، هو شفاف، ريحته جوز هند جوز هند. عارفين جوز الهند لما نحطه في الريحه بتاعته اللي هي بتبقى اول ما تحطيه في الفرن تشم الريحه بتاعته، ده لا جوز هند خالص يعني. تحس ان هو طعمه عامل زي شوكولاته جيرسي كده، مش طعمه، ريحته يعني الريحه بتاعته لا جوز هند بجد يعني. بصوا، ماشي، ده شعر قوي وكثيف. هنجيب من ورا بقى ايه، هنمشي عليه من ورا كده بالراحه، نقرا اللي موجود. باراشوت شامله زيت جوز هند للشعر، لشعر قوي وكثيف. طبعا بيديك المقدمه بتاعته. مناسب لجميع انواع الشعر. ناخد بالنا من الحته دي، يعني كل انواع الشعر، مش مثلا الهندي والجاف والدهني والعادي وكده. بص، مناسب كل طريقه الاستعمال. دي طبعا اول حاجه ناخد بالنا منها طريقه الاستخدام لكل انواع زيت بنستخدمه. نقرا المكتوب فيه. في زيوت بتسمح ان انت تقعدي بيها كام يوم عادي، وفي زيوت لا، لما تحطيها لازم تغسلي شعرك بعدها بساعه او ساعتين. طريقه الاستعمال: ادهني به شعرك بلطف من جذوره الى اطرافه، اتركيه لمده 30 دقيقه، يعني 30 دقيقه بس، نص ساعه على الاقل، ثم اغسلي شعرك بالشامبو. ماشي. استخدميه كل مرة قبل غسل شعرك بالشامبو، واحصلي على شعر قوي كثيف طويل جميل طول العمر. استمتعي بشعر جميل ماشي. هو ده الكلام بتاعه. ده احنا كل زيت هو أدرى بطريقته، يعني كل منتج بيكتب الطريقة بتاعته عشان هو بيتحاسب عليها، عشان لو حد قدم شكوى فيه. فهو نعمل زي ما هو بيقول. هو حلو. مفيش هيشان في الشعر بعد استخدامه، انا وبنات استخدمناه مفيش هيشان، تحس ان هو كويس. ريحته وقتها بس بتحس ان الريحه بتاعته مش نفاذه اللي هي وحشه، لا ريحه جوز هند، ريحه جوز هند العادي. بس بعد شويه مش بتلاقي ريحه، يعني ما يبقاش اولادك مثلا في واحده قاعده جنبها صاحبتها ولا حاجه شم الريحه على شعرها، لا مفيش حاجه من دي، مش بتبان للدرجه دي يعني. تمام. استخدميه كل مره قبل غسل شعرك بشامبو. حتى هو بصوا، هو مشددين عليها، كاتبينها كام مره اهي. تمام، يعني كاتبينها مره ومبروزينها كمان مره. المكونات بتاعته: البرافين السائل، زيت. لا بص، هو الحاجات اللي هو بيكتب عليها دي، بصوا بيعرفها هنا عشان نعرفها. بيكتبها يعني في ناس بتعملها احنا بنعرفها باللغة بتاعتنا، اسمه جوز هند، ماشي. وفي كمان زيت اللي هو الخروع، وفي كمان الكركديه، وفي اللوز. ده المكونات بتاعته. يعني هو مش زيت جوز هند صافي. تمام، عشان كده ما تجمدش معانا، عشان الناس ممكن تقول ان هو زيت هند بيتجمد، لا ده في كام نوع فيه، فده بيزيده كمان ان هو يعني بيزيدوا فايدة، بيزيد الزيت ده ان هو يكون فايدته كمان بتزيد اكتر. ده 300 ملي. بصوا بقى هنا: باراشوت علامة تجارية مسجلة لصالح ماريكو مش عارفة ايه الهند، صنع من اجل اللي هو الحاج ماريكو ده. وبعدين هنا تحت شوفوا هنا ايه، كالينا مومبي.
بلد المنشأ الهند، يعني هو مصنوع في الهند مش في الإمارات ولا حاجة. يحفظ في مكان بارد وجاف. خلاص، مكتوب عليه التصدير فقط. زي ما احنا عندنا حاجات كده بتتصنع في مصر وما نلاقيهاش في مصر بس نلاقيها بره مصر، يعني بيقول لك للتصدير فقط. يسيبوا لنا احنا الحاجه استغفر الله العظيم ويطلعوا الحاجه الحلوه بره. هو ده بالظبط بالنسبه لهم عندهم كده. استنى، كان مكتوب ورقه هنا عليها السعر لما كان متباع هناك في العرض وكده مقلوب، مشخبطين عليها. تعالوا بقى نشوف الصلاحيه. بالنسبه للحاجه اللي احنا بنجيبها من بره لازم ناخد بره من صلاحيتها كويس انها تقعد معانا فتره، بحيث احنا جايبين كام واحده، فدي صلاحيتها اهي. اي حاجه جبناها من مصر، من بره مصر، من اي مكان، وخصوصا اللي احنا جايبينها من بره عشان اللي جاي من بره بتبقى يعني جايه مثلا كام ازازه، فبناخد بالنا عشان ما ينتهيش. لان انا في مره نسيت ازازه زيت وكانت متداريه بصراحتها تحت. هنا بينتهي بهنا في كام، في 26 سنه 26. ربنا يدينا ويدوك طول العمر ان شاء الله. يعني فاضل فيها يعتبر سنتين ونص تقريبا، احنا في اخر 23. ان شاء الله يكونوا خلصوا. خصوصا ان انا عندي بنات يعني وبنستخدم الزيت. هو حلو. انا كنت في الاول عايزه التاني اللي انا عارفاه. كنت اول مره يعني سامعه عنه من زمان، بس قلت نجرب حاجه حاجه، يعني بحيث الحاجه اللي تظبط معانا شعرنا، وكمان ما نمشيش على زيت معين للشعر، لازم نغير كل فتره زيت الشعر اللي احنا بنستخدمه. يعني ما نقعدش ماشيين على نوع معين. انا عندي ده وعندي كام انواع تانية برضو بنمشي عليها. ما نمشيش على حاجه معينه وتاخدي فاصل في النص زيت معين، ممكن ترجعي لنفس الزيت تاني وتاخدي فاصل في النص. بحيث ان هو آه، يعني ايه الجلد بتاعنا، مش عارفه ليه بصراحه يعني، بس انا عارفه ان هو المفروض نغير. اعملوا زي ما بقول لكم بس. تقريبا اي حاجه بنمشي عليها المفروض نقعد عليها 6 شهور الاول عشان نشوف النتيجه بتاعتها ايه. لو لقينا فيها نتيجه كويسه من الاول يبقى نكمل معاها 6 شهور، وبعد كده ممكن نغيره. تمام. بس هو كويس، مفيش هيشان، مفيش تطاير في الشعر كده، بيلم الشعر. لحد دلوقتي ماشي تمام وحلو معانا جدا. لو لقيت اي عيوب قابلتنا وانا احنا بنستعمله ان شاء الله اعرفكم. اتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.